المنتخب السنغالي البطل الحقيقي لكأس أفريقيا 2025 يدخل حاملا مجسم كأس أفريقيا في المباراة الودية تاعو أمام المنتخب البيروفي بملعب دو فرانس في فرنسا. اللاعبين تاع المنتخب السنغالي يحتفلوا مع الجالية تاعهم المتواجدة في أوروبا وفي فرنسا بالتحديد، وهذه الاحتفالية للاتحاد السنغالي ولاعبي المنتخب السنغالي تأكيد على أنه السنغال، نبقى نعاود في السنغال، لا يولي أهمية للقرار المجحف الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي، القرار الظالم بسحب كأس إفريقيا يعني ارتجاليا وبعد تتويج شرعي لرفاق ساديو ماني بكأس إفريقيا. المنتخب السنغالي اليوم بهذا الاحتفال رد على الجميع ورد على اتحاد الفساد، اتحاد النهب، اتحاد السرقة، أنه لا يولي أهمية لقراراته، والاتحاد ومحكمة التحكيم الرياضي هي من ستحسم هذا الأمر، وبالتأكيد سيكون لصالح المنتخب السنغالي. وغير نتيجة إعادة الحق لأصحابه راح تكون فضيحة من العيار الثقيل حتى من طرف محكمة التحكيم الرياضي. السلام عليكم. المغرب ما عمرو صدر ازماته للخارج. تبع معايا غنضرب دوره كبيره باش نوصل لهاد النقطه هذه. شوف، انا كان كيبقى فيا الحال على كره، كان كيبقى فيا الحال ملي تسرقنا المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والعاشره. ملي كان داكشي على عينتي من عدي. ملي كان كيجي الاربيط كيحيد لك بيلانتي وكيعطي الفرقه الاخرى بيلانتي ويخرج لك واحد بحمراء. كانت عندي 19 عام وتفرج في النهائي ما بين الرجاء والترجي التونسي، ومسؤول تونسي قال لهم كان ديك الساعه المغرب مرشح باش ينظم كاس العالم، اسهل على المغرب ان ينظم كاس العالم على انه يربح النهائي من وسط ملعب المنزه وتربح هذاك النهائي. وكانوا من المرات القليله اللي قدرنا اننا نجيبوا حقنا صحه من فم السبع. من بعد وقع المشكل مع الترجي ضد فريق الوداد البيضاوي، وراك شو العقوبات اللي نزلوا على الوداد وشو بينا والكاس بقات في تونس. تسرقنا في 1986 ملي تماركا النبيت من طرف لاعب مصري في نصف النهائي ما كانش خاصو يشارك في هذيك المباراه. تسرقنا في 1988 في المغرب، تسرقنا في كاس العالم ديال 2018. شوف، الكره تستعمل في افريقيا لتنويم الشعوب، وهذه المساله معروفه جدا، ولذلك تدخل الكثير من الحسابات السياسيه وسط داكشي. خاص هذا الشعب يفرح، هذا الشعب قرب يدير مشكله في البلاد، خاصو يفرح، هادو خاصهم يطلعوا، هادو خاصهم يبقاو، داكشي داير فيه الفلوس، دايره فيه المراهنات، كاين بزاف ديال الحوايج. اذا السرقه كانت دائما موصوفه وبالدليل ومع سبق الاصرار والترصد. المشكل اللي كان في هذه الكاس الافريقيه ما كانش غير سرقه كرويه، كانت باغا تسرق بلاد كامله. هذوك المجهودات اللي كان دار المغرب كاملين واللي كانوا غيبينوا واحد الصوره جديده للعالم من خلال تنظيم هذه المنافسه، بنادم من الاول كان كيحفر لك باش ما تنظمش، وبنادم من الاول بدا كيمشي مرحله بمرحله اللي كيظهر المغرب كعدو اول لافريقيا. ملي كان التنظيم ديال التظاهره قبل قال لك ملاعب ديال الذكاء الاصطناعي، قال لك الدوله الجزائريه جاهزه، علاش ما عطاوهاش تنظيم ديال كاس افريقيا؟ صحاب لهم ديك الشيء في التيرانات، نوض شي تيران انت وسط الصحراء راه غادي تنظم، ساو بانهم راه خدمات وفنادق والكثير من التحضيرات وبنيه تحتيه و انتم راه كتشوفوا ردود الفعل. صاحبي، شكون كنتي كتسنى من العقوبات ديال الكاف بان يرجع لك حقك ما غاديش يرجع لك بهذه الطريقه. حقك انت غتردو براسك بمشاريع هيكليه، بالاستثمار في كره القدم، بالاستثمار في الصحه والتعليم، بالقفزه النوعيه اللي تكلم عليها صاحب الجلاله، بهذا المشروع الجديد اللي كاين ديال ميناء الناظور، بمشاريع واحد اخرين اللي كيتخدموا عليهم. حنا ما عمرنا صدرنا الازمات ديالنا للخارج، حنا ما عمرنا كنا عيانين لدرجه انه قلبنا على عدو خارجي باش الناس بداو يقولوا وعباد الله ما كيحملوناش، وراه كيحفروا لينا. داكشي اللي كيدير النظام الجزائري واللي كيديروا الكثير من الانظمه، كل واحد كياخذ واحد العدو افتراضي سواء بصح ولا ماشي بصح وكيكب عليه كلشي. الناس اللي تكلموا على في الاعلام خاصو يكون قوي، والاعلام خاصو حتى هو الفلوس، والاعلام خاصو يكون تاثير. ودائما ما كنقول بانه حنا عندنا مد شرقي ديال التاثير ومد غربي، ولكن الا كنت انا غنطور الاعلام لاجل المناكفه ما كاينلاش. يوليو عندي المطبلين بحال الحرب اللي واقعه في الاعلام المصري، ديال هذوك الناس اللي تابعين الاخوان كيدويهم واحد الجهه، والناس عاوتاني اللي تابعين النظام المصري كيدويهم جهه واحده اخرى. الا كان فقط اعلام مناكفات ما كاينلاش، الا كان اعلام تطبيل ما كاينلاش. حنا المغرب كيتكلم على راسو من خلال العمل اللي كيدار على مستوى الدوله، ومن خلال الصوره الايجابيه اللي كتنقل، لانه حنا كنتقدموا خطوات بالعمل. عندنا مشاكل ولكن المشاكل ديالنا كنناقشوها بيناتنا. حنا ما عمر واحد قال لك كاين مشكل ديال الصحه ولا مشكل ديال التعليم في المغرب وقال لك لا حيت الجزائريين ولا التوانسه ولا الفرنسيين ولا الامريكان ما بغاوش. اذا هذا الدور اللي كتلعبوا كره القدم والذي يتجاوز ما هو رياضي في الكثير من البلدان ما عندناش حنا هذا المشكل فيه. نهار ما قديناش ننظموا كاس افريقيا ديال 2015 بسبب ايبولا توقفنا لدورتين، وقال لك المغرب باغي يعاود شي ينظم.
ولكن نهار نظلموا حنا وسط بلادنا ويكونوا اعمال شغب ويقدر يوقع ما لا يحمد عقباه. حكيمي اللي خدا 2 ديال الماتشات، واحد موقف التنفيذ، والصيبالي اللي خدا 3 ديال الماتشات، والمدرب ديال السنغال اللي خدم بالعقليه ديال التورنوا رمضان قال لك 5 ديال الماتشات، واللعابه جوج. والغرامه ما كتسواش 10% من القيمه ديال المنحه الماليه ديال الكاس. شوفوا، يا غادي نكونوا بعقلنا وغادي نمشيو للقدام، غادي نبردوها قاصحه شي شويه تخسر الفينال، يا غادي نبقاو متبعين حنا ناس مساليين وباغيين يجرونا للحفره ديالهم ونبداو نتناقشوا في حوايج اللي هما هابطه. لاحظوا انا ما بقيتش كاع كنجاوب الاعلام الجزائري. واش نجاوب واحد حمق؟ واش نجاوب واحد ما كيتكلم بحتى شي منطق؟ واش نجاوب واحد اصلا هو مخلص باش يدوي خايب على المغرب؟ واش نجاوب انا واحد اللي مساري قبو؟ واش نجاوب واحد اللي ما عنده حتى شي امل في بلاده؟ ونتحدى اي جزائري يعطيني استراتيجيه واضحه للتطور في البلاد وهي غير معتمده على الموارد الطبيعيه اللي بزاف من الفلوس اللي تابعه ليها كتنهب. راه كون يخليو غير 10% ديال الفلوس اللي كيدخلوا كره هذيك البلاد عم الله فينا هي. ولكن لا، خاصنا نبرزطوا المغرب، خاصنا حتى شي دوله ما تقلع في المنطقه، خاصنا نبقاو حنا هما البعبوع القوه الاقليميه. ولكن اللي كانت شي بلاد كتخدم بصح وغادا طالعه، لا غادي نحاربوها. ما يبقاش فيكم الحال. اش كنتو كتسناو؟ زعما يحيدوا الكاس ويعطيوها؟ لا، ما غيديروش داكشي وما يقدروش يديروا داكشي، وداكشي داخله فيه الكثير من الحسابات. حنا الحمد لله اللي ما تصيدناش قبل كاس افريقيا نوضوا لنا شي صداع ولا شي حاجه، صدقنا ما منظمين، ما مصدرين صوره للعالم، ما غاديين خدامين باش نكملوا التنظيم ديال كاس العالم، ما خدامين على البنيه التحتيه كما خاص يكون. بزاف ديال المشاكل كيتحلوا، بزاف ديال الخبيرات زوينين كيجيونا. الا كانت هذه القضيه غتبين لنا غير حقيقه بعض الاشخاص، هذا شيء رائع. وحنا ما مسانينش نبقاو نتناقروا مع عباد الله، خاصنا نخدموا، خاصنا نركزوا على راسنا. حنا ما كنصدروش الازمه، وحنا ما كنقلبوش على عدو وهمي باش نبانوا حنا حليب والبقيه قهوه. خلي داكشي الناس اللي ما عندهم حتى شي حاجه وما عندهم حتى شي استراتيجيه واضحه وعندهم الشعوب ديالهم مقهوره القهره ديال بصح. خاصكم تدوروا وتسافروا وتشوفوا، وهادو مواضيع باقي غندوي عليهم. فهنيئا لنا بمن نحن، وما نهزوا الدبيله والهم لتا شي واحد، لانه عارفين بان الايام القادمه ستنصفنا، والسنوات القادمه ان شاء الله ستنصفنا. واللي بغى يهضر على المغرب يشل فمو بالعسل. الله يعاونكم.